6 طواجن صغيرين وطاجن كبير وصينيه مقاس 20 في 30، كل دول بكوبايتين دقيق بس. عشان كده طبعا الفيديو للنهايه احنا هنعمل كيك سبونج من الالف للياء. مقاديرنا 2 كوب دقيق منخول، كوب من السكر، نص كوبايه ميه وهي دي كوبايه المعيار بتاعتنا، وده البطل بتاع الوصفه اللي هو ايه محسن الكيك. كيسين فانيليا، 3 معالق نشا ومعلقه من الكيك شيف او البيكنج باودر للناس اللي مش عارفه الكيك شيف، 5 بيضات والخل. ويلا اوريكم نبدا ازاي. في البدايه ال5 بيضات بدرجه حراره الغرفه، عليهم كيسين الفانيليا، عليهم معلقه الخل، نص كوب الميه، ومعلقه كبيره من المحسن كيك مهم جدا في الكيك السبونج. هنضربهم الاول عشان نفك ونحل المحسن كيك، وبعدين نرجع نضيف السكر وكوبايتين الدقيق المنخولين و3 معالق النشا ومعلقه البيكنج باودر او الكيك شيف. وهنضرب المضرب الكهربائي مده لا تقل عن 7 ل 8 دقائق لحد لما يبقى الخليط بالمنظر دوت فاتح كده وهش، والكميه تضاعفت جدا. عملت لي ايه 7 طواجن من ضمنهم الطاجن الكبير ده مدهونين سمنه، وهناخد معلقتين في كل طاجن من الطاجن الصغير ده، معلقتين من المعلقه بتاعه الرز زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده، ام محمد بتوريكم. ننزل بقى بيهم كده وبعدين نرجع نسويهم بظهر المعلقه. ادي الطواجن الصغيره 6 طواجن، وادي الصينيه الكبيره بتاعتنا الالمونيا. دهناها سمنه الاول ونزلنا بجزء من الخليط، جزء صغير مش كبير. قسمت الكميه على 7 طواجن، والصينيه اللي قدامكم ديت وده الطاجن بتاعي الخاص بيا زي ما انتم شايفين. ده دهنا سمنه ونزلنا باقي بقى ايه الخليط. طيب شيء مهم جدا جدا، بمنديل تمسحي الاطراف اللي على الطواجن لو هتسوي في طواجن، لان الاطراف دي بتتحرق وبتعمل ريحه مش ظريفه في الفرن. دخل في الفرن قد ايه يا شيف؟ قعد 10 دقائق لربع ساعه، من 10 دقائق لربع ساعه. تاني حاجه معانا بقى الكريم شانتيه، كوب من اللبن المثلج، كوب من الميه المثلجه. ينفع نحط كوبايتين لبن بس؟ ينفع، مفيش مشكله خالص. وكوب من الكريم شانتيه الخام، انا بستخدم المتحده، ومعلقتين من السكر. وفي اول الفيديو قلت لكم كريم شانتيه كريمي، يعني هنحط معلقه كبيره من الجبنه الكريمي، نوعها ايه؟ اي نوع متوفر عندك مفيش مشكله. وهنضرب الخليط لحد لما يبقى بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده، وفي الثلاجه على طول. هنجيب بقى كيلو من المانجا تكون متماسكه كده وناشفه وملحمه تمام. هنقشرها ونقطعها بالتقطيع اللي انتم شايفينه دوت. ناخد اللحم من حوالين بذره المانجا بالمنظر ده كده، والبذر ده هنركنه على جنب، هو ده اللي هنعمل منه البيوريه. وهناخد بقى القطعه ديت، شفتوا البذره اللي وريتها لكم، كحتناهم خدنا منهم اللحم، والقطعه دي هقطعها كده زي البطاطس كده مربعات مربعات، عشان هي ده اللي هحطها من فوق الكيك بتاعنا. والجزء الثاني من اللي فاض من البذر حطينا عليه معلقه من الكريم شانتيه وضربناهم في الخلاط بمعلقتين سكر بدون ميه يا جماعه. حطيناهم في الثلاجه بقى ورجعنا طلعنا الكيك بتاعنا، عملنا التست او الاختبار لقيناها استوت تمام اهو. السكينه طالعه نظيفه، وادي كمان الطواجن اللذيذه الصغيره بتاعتنا عملنا تيست طلعت تمام كده. مش ناقص غير السيرب اللي هنسقي بالكيك، ده كوب من اللبن عليه معلقتين من السكر ونقلبهم كويس جدا، ونبتدي نسقي بالكيك بتاعنا كل طاجن كده معلقتين من اللبن، وكذلك الصينيه الكبيره زي الفل. هنجيب بقى الكريم شانتيه نحطهم في الكيس الحلواني ونلف كده بطريقه بسيطه جدا كل الطواجن، ونرجع نساوي بظهر المعلقه عشان يبقى الظهر مستوي. وكذلك الطاجن بتاعي اوعوا تنسوه بالمنظر دوت. وكمان الصينيه بعد ما هنلف داير ما يدور بالكريم شانتيه نرجع نساوي السطح، ونجيب بقى البيوريه المانجا اللي هو كان متضرب في الكبه بمعلقتين السكر ومعلقه من الكريم شانتيه بدون ميه، ونفرده كده بالراحه. جلسنا بيه ونزلنا بقطع المانجا المربعات. ده كان الشكل النهائي لوصفتنا، حاجه والله خيال علمي. انا بعشق الوصفه ديت. شايفين ده بدوب في الطواجن. لا وكمان الصينيه هتطلع قدامكم اهي، خرط مستويه مش ملزوقه. وانا كده عملت اكتر من مره الكيك السبونج على صفحتنا، عشان يعني مفيش حد يسال بعد كده على طريقه الكيك السبونج بالدقيق العادي. شايفين المنظر فاتحه ازاي؟ تحفه. ما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.